السلام عليكم. مرحبا بكم من قناة فضاء خديجة. اليوم غادي نشارك معكم رأيي في زفاف شيرين اللي تابعوا بزاف ديال الناس من كل الدول العربية، خصوصا البنات الصغار والمراهقات. بغيت نهضر من زاوية صريحة راقية وبعيدة على السب أو التنقيص. هل فعلا العرس كان فخم وجميل، ولا مجرد كان فوضى ألوان وبهرجة بلا معنى؟ أولا، الشكل والمظهر. اول حاجه كنهضر عليها هي الشكل. الفستان ما كانش فيه لمسه شخصيه، كيبان منه غير انه غالي ولكن ماشي راقي. الميكاب كان ثقيل بزاف وضيع ملامح شيرين طبيعيه، وحتى التسريحه كانت سطحيه وما عندها حتى فكره فنيه. صراحه نتوها ورجع الشكل العام رديء، خصوصا بالمقارنه مع العرائس اللي كيختاروا البساطه بلمسه انيقه. ثانيا، الجو العام والطابع الفني. زفاف شيرين كان كله تصوير وكاميرات ومحتوى موجه للمتابعين أكثر من عرس حقيقي. فين هي الفرحة؟ فين هي العلاقة الإنسانية؟ كل شيء مبني على اللقطة والإنستغرام والستوري. كاين فرق كبير بين أنك تعيش اللحظة وبين أنك تمثليها قدام الشاشة. ثالثا، التأثير على المراهقات. أكبر مشكل في هذا النوع من المحتوى هو التأثير على المراهقات. البنات كيتفرجوا كيقولوا هذا هو الحب، هذا هو العرس اللي بغيت. ولكن هذا الشيء كله مجرد محتوى فيه بوس وتلامس وسيناريوهات متفق عليها في تعاليق كثيرة ديال البنات المراهقات الصغيرات. كنشوفهم كيقولوا يا ربي عطيني زوج مثل شيرين، ولكن الزوج الحقيقي هو اللي كيتعب على راسو وعائلته. وكيقولوا يا ربي عطيني راجل بحالو، كيظنوا ان الزوج الحقيقي هو اللي كيتصرف قدام الكاميرا، كيبوس وكيشارك كل لحظه. ولكن الحقيقه بعيده بزاف. الراجل الحقيقي ماشي هو اللي يسهل عائلته ويصور كل شيء باش يربح محتوى، ولكن هو اللي كيتعب على حياته، كيخاف الله وكيصون زوجته وكيسترها. الزواج ماشي الشهره، راه مسؤوليه كبيره مبنيه على الاحترام والعطاء والنيه الصافيه. هو اللي يتعب على حالو، ماشي اللي يعيش حياة استعراضية. وراه الزواج ماشي فيلم رومانسي. والمثير في الموضوع هو كيفاش بعض الناس كيهضروا عليه وكأنه كيشوفوا به بحال إلا دار شي إنجاز عظيم، غير حيت كيبان في الكاميرا. كتشوفهم كيعملوا بحال شي قدوة أو رمز، مع أن السلوك ما فيه لا رجولة ولا مسؤولية. الشهرة ماشي معيار، والمظاهر ماشي قيمة. خاصنا نفيقوا ونعرفوا أن ماشي أي واحد بان قدام الكاميرا ولا دار العرس الكبير يستحق نرفعوا منه. وماشي كل عرس كبير يعني أن العلاقة ناجحة. الزواج ماشي مسرحية، وكل واحد حر تعيش عرسها بالطريقة اللي بغات. ولكن من حقنا نقولوا إن خصوصا ملي كيتحول العرس لأداة استهلاك واستعراض. كنتمنى من البنات الصغار يفهموا أن كل ما يلمع ذهب، وأن الحب الحقيقي ما كيتقاش بالفلوس ولا بالبوز، ولكن بالاحترام والتفاهم. دمتم بخير وإلى اللقاء.